هنتكلم عن تحدي جديد من التحديات اللي واجهتها الدولة المصرية وإنجاز حقيقي في فترة تولي رئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو قطاع الكهرباء بكل ما يتضمنه من مجالات الإنتاج والنقل والتوليد الكهربائي والمشروعات الخاصة بالربط الكهربي، واللي يعتبر من أهم المشروعات الخاصة بالدولة وقضية أمن قومي مهمة جدا. الحقيقة إن وزارة الكهرباء واجهت تحدي كبير خلال السنين اللي فاتت، وده علشان تطور منظومتها بشكل كامل من خلال رفع قدرات شبكة توزيع الطاقة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، لكنها حققت إنجازات رهيبة في المجال ده، والتحدي كان فعلا يستحق. وزارة الكهرباء استثمرت أكتر من 36 مليار في 3 سنين، وده لإنشاء شبكات لتوزيع الكهرباء وتوفير 600 مليار جنيه لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وتم إنجاز أكتر من 3000 كيلو للشبكة القومية للكهرباء في 5 سنين، وده طبعا بعد التسهيلات اللي قدمتها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، زي استعداد مصر للربط الكهربائي مع دول الجوار زي ليبيا والأردن والسودان والعراق وغيرها من الدول زي السعودية وقبرص واليونان، علشان يتم الربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وكمان وصلت مصر للمركز ال77 سنة 2020 في مؤشر الحصول على الكهرباء بعد ما كانت 145 سنة 2015. طب ما تيجي نتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن الإنجازات اللي اتحققت في قطاع الكهرباء في ال8 سنين اللي فاتت. وصلت القدرات الكهربائية المضافة من سنة 2014 ل 2019 ل 28 جيجا وات، واتمثلت في 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، ده غير مجمع للطاقة الشمسية واللي بيعادل 13 ضعف قدر السد العالي. وبالتالي أصبحت قدرة التوليد الكهربائي متوفرة بكمية مناسبة جدا لمتطلبات المستثمرين في الجمهورية كاملة. كمان تم إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، وده حصل بتعاون ما بين قطاع الكهرباء وشركة سمانتس الألمانية، والمحطات دي اتنفذت في بني سويف والعاصمة والبرولوس، وكان الهدف منها إضافة 14400 ميجا وات. وكانت من أهم المميزات اللي حققتها المحطات دي إنها قللت من استهلاك الوقود، وده بيجذب انتباهنا لحاجة مهمة جدا في الجانب ده، وهو الثقة اللي تمتعت بيها مشاريع القطاع الخاص وتقدم عدد كبير من المستثمرين في القطاع الخاص سواء أجنبي أو محلي لإنشاء حوالي أكتر من 32 مشروع في وحدة الطاقة الشمسية، ده غير بقى برنامج النووي واللي الهدف منه تلبية الاحتياجات التنموية والاقتصادية والصناعية بالتعاون مع روسيا الاتحادية، وده بيتم عن طريق بناء 4 محطات للطاقة النووية السلمية بقدرة 1200 واط. ولو اتكلمنا بقى عن تطوير نقل وتوزيع الكهرباء، فقدر قطاع الكهرباء انه يبني 6 مراكز تحكم لنقل الكهرباء بتكلفة وصلت لأكتر من 5 مليار جنيه. كمان اهتمت الدولة بالتغذية الكاملة للأماكن السياحية زي الساحل الشمالي، والأول مرة تم ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة، والهدف من المشروع ده هو ربط الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر بالشبكة القومية، واللي يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية المهمة للمشروع. وبالنسبة بقى لرفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، فتم تنفيذ خطة لتدعيم شبكات التوزيع بنسبة وصلت ل 102% لإزالة الخطوط الكهربائية الهوائية، واللي جهودها تعتبر متوسطة، وتم تحويلها لكابلات أرضية وتعديل مسارها حفاظا على حياة المواطنين. ووصلت تكلفة المشروع ده لأكتر من 1,300,000,000 جنيه. وكمان كان من أهم الإنجازات دي هو تحديث منظومة الكشف والتحصيل، وده اتنفذ من خلال عدد من الإجراءات كان من أهمها تركيب عدادات مسبقة الدفع، وبالفعل تم تركيب أكتر من 9 مليون عداد مسبق الدفع، وتنفيذ مشروعات العدادات الذكية وتركيب أكتر من 250,000 عداد ذكي، وده في نطاقات مختلفة بين القاهرة واسكندرية وغيرها من المحافظات. كمان تم تنفيذ برنامج القرارات الموحدة واللي بيسجل قراءة العداد بدقة عالية. وفي النهاية هنلاقي إن الهدف الأساسي في الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الكهرباء هي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة، واللي بيوصل الدولة المصرية لأعلى معايير الأمان في القطاع ده. وبالمناسبة الاستراتيجية دي مستمرة لحد سنة 2025.